طوابير ملهاش آخر وخناقات بين المواطنين في هايبر ون على السكر، وكل واحد عايز يلحق يجيب كميات علشان سعره ما بقاش مضمون، وحاله بقى على كف عفريت. ويا عالم هيوصل لكام في الفترة اللي جاية؟ السكر بقى لمن استطاع ومن الرفاهيات. فيديو انتشر الساعات اللي فاتت على التيك توك وكان فيه مشاهد صدمة، وبقى هم يبكي وهم يصدم ويثير التساؤلات. ازاي مع ارتفاع سعر السكر ووصل لأكتر من 50 جنيه وفي هجوم كبير كده على شراء بالشكل ده؟ الحكومة بتحاول تحل الأزمة من ناحيتها، ولكن للأسف الأزمة الكبيرة في التجار وجشعهم، وإنهم بيخزنوا كميات كبيرة عندهم علشان يعطشوا السوق ويقدروا يبيعوه بسعر أعلى من سعره اللي هو 50 جنيه، وده أسلوبهم في كل السلع في الفترة الأخيرة. علشان كده الحكومة قررت إنها تديهم مهلة حوالي 10 أيام يراجعوا فيها نفسهم ويوزنوا الأمور ويستقروا على سعر للسكر، وإلا هتضطر الحكومة تلجأ للتسعيرة الجبرية، وهنا ما يلوموش إلا نفسهم. ده غير إنها كمان هتنفذ الفترة اللي جاية خطة إنها هتعمل قوائم سودة بأسماء التجار اللي بيتلاعبوا بالأسعار في محاولة منها لإجبارهم على الالتزام. فيا ترى انتوا شايفين تصرفات الجمهور دي إزاي؟ هل اللي عملوه غصب عنهم؟ ولا المفروض إننا اللي نجبر التجار على الاستقرار على السعر؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.